موضوع حلقتنا لهذا اليوم يا جماعة الخير موضوع حاسم وخطير وما حد يتكلم عنه وما حد أساسا ساطي أو عندها الشجاعة إنه يتكلم عنه. أنا داري إن أنتوا هتتفاجئوا، أنا داري إن أنتوا تفاجأتوا من العنوان حق الحلقة، لكن إحنا هنشرح لكم واحد من النماذج الحقيرة والتافهة والنذلة وعديمة الشرف والأخلاق في بلادنا، قصة عاقل هذا الحارة الذي هو بطل حلقتنا لهذا اليوم والذي على راس بطحة يحسس عليها. أتي لكم نبذة على العاقل هذا. العاقل هذا لو أخته يعني عريانة عند داخل البيت أو فيها شوية إغراء، صدقوني هيغتصب أخته. والله ما هو آسف، هي أخته ولا بنت عمه ولا أمه عادي عنده. يعني سمعتوا الذي قال يبرر لنفسه، أهم شيء إنه يمارس هذا الخطأ الرذيل، أهم شيء إنه يدخل فيها وبعدين في الأخير يرجع يقول أوه أستغفر الله العظيم. العاقل هذا مزوج ومع 9 مدري 7 مدري 8 أودوا داري يا أخي واخبر. العاقل هذا مرتها الثانية تخيلوا كانت مزوجة ومعها 4 جهة. صليتوا على النبي 4 3 هم أخبر. المهم صليتوا على النبي، المهم عشان لا نحددش. فكيف فعل الملك كانت تصير تخزن وتشيش عند مرتها الأولى، يعني كانوا صاحبات. وبعدين ما فعل صورها وهي مشي دارية. المهم برم المرة. تخيلوا المرة تافهة، لو كانت بنت ناس صحيح ما عاد تخربش بيتها وتطير 4 جهال مدري 3 جهال وتقوم لها مع عاقل حارة. المهم من هنا لهنا بس صورتها وداها لزوجها وفعلوا نثرة أمد ما يطلقها. أطلقت وتزوج بها هذا العاقل الحقير، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. في بلادنا عاهات شوفوا الفيروس الحقيقي والفساد الحقيقي هو داخل اليمن، هنا مش هو خارج، وهنا داخل. نحن لا نستطيع أن نمنع الفاسد من الفساد ما دام هناك حقير وخائن يساعده على الفساد. جماعة الخير، المهم الزوجة الثانية هذا وهي بالنسبة لذا الحين تعتبر خدامة شغالة مثل الكلب يصير لها يعني. المهم إنه وصل لإيش؟ وصل لهدفه المريض. المهم بطلة قصتنا زوجة شهيد، هذا بطلة القصة وتبدأ الحكاية من هنا. زوجة شهيد زوجها مات في جبهة الصمود، يعني مات مع رجال الله. صليتوا على النبي. معها 3 جهال. بعد حالها بنت جميلة محترمة داري ما قال الله ماشية في الصراط المستقيم، عايشة لحالها. من كثرة ما كانت تدور بيوت تستأجر، كانت كل ما تصير تدور شقة تستأجر يقول لها صاحب الشقة أو الوكيل ما بالله ضروري يجي رجال يكتب عقد الإيجار. تقول لهم يا جماعة الخير أنا يتيمة ما بش معي أحد وزوجي مات في الجبهة، أنا وحيدة ما معي إلا 3 جهال، أين أسير؟ أسير أتي لكم واحد من الشارع أقول لكم إنه زوجي وأفعل عقد أنا وهو مزور وندخل نطلب الله شي معاكم خبر، أتي لكم ضمانة، أتي لكم إيجارات مقدم. ما يشتغل لا رجال. وهذا سبب الفساد في بلادنا. بتبصروا نسوان مش مزوجات ورجال مش مزوجين وفعلوا عقد مزور مضروب ودخلوا استأجروا لهم وهاتك يا شيطان وهاتك يا شيطان. المهم المرت هي من ما ضاقت الحال عليها يا رحمته ما فعلت، صارت استأجرت لها في دكان كانوا حق دجاج، دخلت نظفته وغسلته ومحطته وتشي تستقر تشي تعيش وتربي أطفالها وتدخلهم مدارس وتهتم بهم. صليتوا على النبي يا جماعة الخير. طبعا القصة هذا عاد يخس من قصة غالب القاضي. اصبروا عينو غالب القاضي حرمنا عاتق غالب القاضي رجع لحظة. المهم سكنت في نطاق تخصص هذا العاقل التافه الفاشل الحقير الذي لا يمت للأخلاق بأي صلة، واضح وضوح الشمس إنه من أتباع إبليس المخلصين. طبعا العاقل هذا الدكان الذي استأجرت فيه تي زوجة الشهيد في الشقة الذي فوقها ناس حقراء تافهين فرق صايعين ضايعين من صغيرهم لا كبيرهم، الشقة حقهم لوكنده 24 ساعة من جاء دخل، لدرجة أن بنتهم من كثرة الفساد والظلم الذي عندهم فلتت البيت وهربت له. والأحقر من هذا كل صاحب البيت الذي مأجر لهم وساكت عليهم وصابر عليهم ومستر عليهم بيدوا له شويكات ودخسوا ببطنه شوي خر ولحمه. طبعا عيالها 4 في السعودية مدري 5 في السعودية، هو كانوا مختلف في السعودية، يعني من كلاب السعودية الفاشلين. طبعا مش كل السعوديين فاشلين بس احنا نتكلم على كلاب السعودية الفاشلين. طبعا مش كل الناس فاشلين، احنا بندي لكم الفشلة الليمون الفاسد الذي بيخرب الليمون النظيف. المهم من هنا لهنا العاقل هذا بسرته زوجة الشهيد طانت في راسه قال يو تي المزة وحدها
ما بش معاها حد، يا جرح قلبي وعطير من يدي، الله أكبر. ما كان يفعل. أول حاجة جاء على أساسه ده عقد الإيجار، ما بش في العمارة كلها ما بش عقد إيجار إلا مع تي زوجة الشهيد. الفاسدين هولي والتافهين ذي جنبهم والباقيين هولك ما بش ولا واحد معاهم يعني عقد إيجار. صليتوا على النبي يا قوم. العاقل أبصر البنت جالس يفكر ويخطط لأنه قد تعود. عفوا نصلح اللثمة وارجع لكم. طبعا العاقل الحقير هذا هو قد تعود أي حاجة يشتيها يجي لها إيش بالقوة. وطبعا أتي لكم من الشعر بيت: العاقل ديه جبان 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 جبان، يعني يفتجع من ظله. بس ما هو الذي يمدي له قوة وبيستمد قوة منه؟ الختم القضائي حق العاقل، حق المعقالة. يعني بيقول لك لأنه سلطة القضائية الثانية حين عاقل، فالختم هذا هو أساس قوته. الختم حق المعقالة، ولا هو بدون الختم ولا يسوى حذاء. كانت هي مسكينة زوجة الشهيد شي سر لا عنده، هي مش دار انه تافه ولا عندها اي علم. كانت سر لا عنده على اساس انه يسجلها في سله غذائيه، يعني يدخلها في الزكاه، هي قصدها يعني زيها زي الناس الثاني اللي بيسجلهم. ووصل عندها قالت والله العظيم يا سميه اننا كل ما وصلنا عنده والرجال يقنبري مزمز، يقنبري يحلب. قالت لو ما جسمي يقشعر، قالت قسما بالله اننا اقشعر وجس بيني وبينه مسافه ساعه القاطره. قالت وانا كل ما ابعد منه يقرب مني، وانا كل ما ابعد منه يقرب مني. قالت حتى لدرجه انه حاول يمد يده وقلت له بسر احترم نفسك وقع رجال يدك هذا انا عتكسرها. وفي الاخير بسرها تقزز والزرزر. جارها من الشق الثاني كان يفعل لها رسائل العشي الساعه 12 الليل ويقول لها مالش مهنجمه، مالش مضننه، مالش كذا، وهي تفعل حظر. لو ما هي تفعل حظر ما يفعل، يصير يسلط عليها العصابة حقه الذي هو دخلهم الحارة وضمنهم وأجرهم وما حد داري منهم ولا أصلهم ولا فصلهم ولا معاهم أي إثبات هوية ولا معاهم شيء. فهمتوا؟ ما بش إلا مرت معاها بطاقة ويعلم الله كيف طلعتها. وفعلا من كان معها الله ما يفعل بحثالة إبليس. صليتوا على النبي يا قوم. اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد. المهم العاقل هذا أبصر زي زوجة الشهيد، يعني مصرة تحافظ على نفسها، مصرة تحافظ على شرفها، مصرة إنها تفعل بينه وبين 1000 حواجز. ما فعل. هنية مربط الفرس، وهنية أرويكم التلاعب الذي بيحصل في بلادنا. وهم ضلاء أنصار الله بيسمعوني، مؤسسة الشهداء بيسمعوني، وأي حد عيفتح لكفة سكته معي كل الأدلة والإثباتات ولا حد يفتح لكفة. المهم اسمعوا. قام ذي العاقل الحقير ما فعل، خلى تي التافهة الذي مستأجر فوق تي مسكينة زوجة الشهيد اللي بيتها لوكندا 24 ساعة فاتح، تنزل هي والناس اللي كانوا مخزرين عندها العشي يدقدقوا الباب ويصروعوا الباب على زوجة الشهيد يفجعوها. على أساس إيش؟ يجوا لها بالقوة علشان مسكينة زوجة الشهيد ترجع تتصل العاقل: يا عاقل بيدقدقوا لي، ويقول لها حاضر من عيني، عطي لي حاضر وأنا عشان أسبر ليش وأفعلش. شفتوا الحقراء العقال التافهين الذي في صنعاء؟ هو الفساد هنا، مش هو الخارج. ما خارج ما بن من ما بن من فساد خارج. قلنا حيا بالفساد الخارجي نستر ندافع عن انفسنا. قولوا لنا من يغير علينا من الذي داخل، من هؤلاء الفالتين الذي داخل التافهين. المهم طبعا زوجة الشهيد قد عرفت اللعبة والمؤامرة الدنيئة والحقيرة الذي بيخيطها العاقل مع عصابته. سكتت لها سكتة وتحملت وأحولها داخل. ما فعلوا، أبصروها سكتت. ما فعلوا، صاروا فعلوا بلاغ في المنطقة إنها خرجت أطلقت رصاص، وإنها مدري ما فعلت، وإنها وجهت، وإنها مدري ما. المهم كيدي في كيدي طبعا. وهذا كله كانوا تخطيط، والراس المدبرة هي العاقل. ما فعل العاقل. العاقل قال في حقها المحاضر، حن معه الختم. شوفوا الختم هذا اللي بيحرك المنطقة ويحرك النيابات ويحرك الختم حق العاقل هذا. مشهم دارين بحقارة ونذالة وتفاهة العاقل. طبعا بنت الناس تبان وابن السوق يبان، ابن الحرام يبان. المهم من هنا لهنا صار العاقل قال ولقد انتقلت لمكان الجريمة ولقيت فوارغ رصاص فارغات. وين الفوارغ الرصاص الفارغات؟ ليش ما يشلهن ويبزهن كأدلة ويبصروا البصمات؟ هل بصمات زوجة الشهيد فيهن؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، وما بش لا فوارغ ولا بمن هذا الخبر كله. كل اللفاك فيه لفاك، كذب فيه كذب، حتى شهادة الشهود. لكن بصروا انتقام الله الأعظم. لا إله إلا الله. أنا أقول بعد الباري هذا لا قبله ولا بعده. ما فعل، حرك للمرأة هذا الطقوم مسلحين وسيارة ملان الشرطة النسائية وهي وحدها. تخيلوا، شوفوا النذالة. إنسان ملتزم وماشي الطريق، يعني طول ما الإنسان واثق من نظافته ما يفعلش حساب لحد. المرأة خاطب في حالها اتفاجأت لك بشرطة نسائية. وكيف الشرطة النسائية عندنا خس من الرجال. عندك لما تسألهن انت مطلقات ولا مزوجات يقول لك مطلقات. قلنا ما عنده حجة، ما يزوج رجال ديك وديك داخل غرفة، ما يركبش. المهم والعساكر المسلحين
والناس واقتلبت الدنيا. أتاري العاقل الحثالة هذا عديم الشرف والذمة ما فعل، صار قدم عليها شكاوي وختم بالختم حقه إن هذا متهربة وإن هي إنسانة يعني خطيرة على الأمن وخطيرة على الدولة ومدري ما عاد تفعل وإرهابية وإني مدري ما عاد تسبر. وطبعا لأن المنطقة هم شوية غير مكالف مش هم رجال. ولعلمكم أزيدكم من الشعر بيت، تي زوجة الشهيد قد كانت تصير المنطقة تقدم شكوى في هولة وتقدم شكوى في هذا وتقدم شكوى جلسة 4 أشهر وهي تصير وتجي ورقم تي زوجة الشهيد موجود في المنطقة وقد سارت النيابة وقد قدمت شكوى ضدهم ولا صنعات تقدم. يتصلوا له عند العاقل وقال لك بلا بلا. طبعا الحثالة يتجاوبوا، الحقراء بيناتهم البين يتعاونوا، الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ما فعلت المنطقة، طبعا هم دارين إن هذا المرأة ما فعل الحقير التافه اللي بيشتغل في المنطقة نفسها الذي حرك الطقوم وفعل هذا كله، لكن هو عيجي يومه لا تقلقوش. المفروض انها شنب كل رجال يمني، المفروض اني دقنت كل رجال حر يمني يقع بها هكذا. تخيل لو زوجة الشهيد هذا زوجها عايش كان حيسمح يقع بزوجته هذا كله؟ كان حيسمح لزوجته انه يقع بها هذا كله؟ حرام لا كان يجي في ابدهم من شك وطرف. المهم لكنهم استغلوا ان زوجها سار الجبهة على قولتهم يحمي عروض الناس. كيف يحمي عروض الناس وعرضه هذا مباح؟ من يحمي عرضها الأول؟ أفتهم لكم الذي بيصيروا يجاهدوا في الجبهات كيف يفعلوا بزوجات الشهداء. طبعا هذا واحدة من زوجات الشهداء الشجاعة الذي تذكر قصتها، الباقيات طبعا يعلم الله ما بيقع بهن بيسكتن سكت بيفتجعين. تخيلوا واحد الثاني لو كان حصل لها نفس ما حصل لتي زوجة الشهيد من المواقف هذا، اني ماتت او سلمت نفسها عتقول يا عاقل خلاص انا مستعده افتلخ على ذي تشتي. تخيلوا. لكن هذا لانها بنت ناس وحميريه وقويه وسومريه ومن سلاله بلقيس صبنت ابتهم كلهم من شكو طرف، لانه قلت لكم طول ما الانسان واثق من نفسه ما يفعلش حساب لاي حدا سواء كان ذكر ولا رجال. المهم تخيلوا زوجة الشهيد سارت قالت لي بالشرطه نسيه احترمي نفسك لا تمتي يدش، انا خاطيه معش بادب واحترام، تعاملي مع بلطجي مش تعاملي معي انا. وطلعت فوق الباص بكل أريحية. أبصرتها الأشرطة النسائية رحمين الله ما بش معان حق المواصلات عايزة تتلهن زلط يصيرن يصطبحين. شوف على زوج الشهيد بسروا على قدوة وعلى مرأة صدق، هذا المفروض تحكم اليمن. صليتوا على النبي يا جماعة الخير. من هنا لهنا وصلت النيابة طرحت رجل فوق رجل وتلفوناتها حرام عليها ما بزوا حتى عليها تلفون وهي جالسة رجل فوق رجل بتتفرج عليهم. قالت كيف تحركوا لي طقوم وتحركوا لي شرطة النسائية، ليش ما اتصلتوا لي اتصال وانا اجي؟ هي هذه كانت اللعبة من الأساس اللي يفعلها العاقل. لو تقرأوا المحاضر حقها والأوراق الذي كان ينزل على اساس يدي لها الاحضارات ما كان يقول انت قلنا وما بحدي، انت قلنا وما بحدي، شيء طبيعي تنتقل وما بحدي المرير راقده، انت بدي تنتقل العشي ما تجي العشي تفعل تجي ثياب البطانيه. شوف الحقاره شوف التفاهه. كان ينتقل الليل وشوي لابس لك حق الحرس الخاص وشوي لابس لك مدري ما هو، انت قلنا ما بحدي، انت قلنا ما بحدي. طيب انت قلت ما بحدي اتصلوا لها، انت قلتوا ما بحد يفعلوا له عند صاحب البقاله بلغوا فلان ان احنا كتينا وخلوها تفعل استلام لهذا لو في صدق مصداقيه، بس تعرفوا ان في لف ودوران. الاحقر من هذا النيابه اطلعت على المحاضر ابصرت شهاده الشهود مش صحيحه مش سابره، وهذا الذي يشهد هو غريب. وعادم فوق هذا كله حركوا طقومات وخلاص قال لك ما العاقل مصدق لان معه ختم قضائي، العاقل مصدق. انا هنا أناشد الرجال الحقيقيين في بلادنا، قلنا لكم في رجال حقيقيين صح في بلادنا. الفاسد هذا وأمثال من عقال الحارات، هذا واحد نموذج من عقال الحارات التافهين الفاسدين عديمين الذمة والشرف والكرامة في بلادنا. الذي ساعة أنا أناشد الدولة والناس المختصين في بلادنا وخصوصا المسؤولين على أسر الشهداء وزوجات الشهداء الحرائر انهم يغيروا عقال الحارات الحقرة هؤلاء ويفعلوا بدالهم امناء شرعيين. الامين الشرعي احسن 1000 مليون مرة من هذا عاقل حارة وباقي الحارة وشيخ وما شيخ. احنا هذا الكلام كله قد بطلناه. المفروض ان الرئيس الاول قد انقلع وينقلعوا زمرة معلش عاد الخيوط متفرعة على هذا الحين. قلنا لكم اقضوا على الفساد من الجذور، علشان يعيش والناس في سلام ويعيش والناس في هدوء. لأنه ما بش عاقل حارة فاسد إلا وقفاه عصابة، مثلا عاقل حارة هذا وعصابته من المنطقة وعصابته من النيابة، شوفوا لكن متفرعين وزد عصابة من الفاسدين يعلم الله من هم اللي بيدخلوهم الحارات ويضمنوهم هم. وقال لك بضمانة عاقل حارة. العاقل هذا نفسه يدور له ضمير، العاقل هذا نفسه يدوروا من يضمنه، أول حاجة يدور من يضمنه هو وبعدين يصير يضمن على الناس. هذه قصة زوجة الشهيد الذي حكت قصتها
والذي حصل معاها بالتفصيل الممل. والذي يشتي الأدلة والإثباتات يتواصل معي على رقمي أو يتواصل معي